فبعد أن توفقنا في مشروع الوئام المدني والذي آتى أكله الحمد لله من أجل وطننا المفدى، نحبه لأنه كما هو، نبجله لأنه كما هو، من أجل وحدته، من أجل عزته. وها أنتم اليوم مع موعد آخر لا يعتريني شك في أنكم تحضرون أنفسكم من أجل إنجاحه والمضي به قدما نحو طريق الفلاح، طريق المصالحة الوطنية، طريق المصالحة الوطنية، طريق المصالحة مع الذات، طريق المصالحة مع الذات، طريق المصالحة مع الوطن، طريق المصالحة مع الوطن. الاستراتيجية نتاعنا هو إخراج البلد من الأزمة، الاستراتيجية نتاعنا هو المصالحة مع الذات، الاستراتيجية نتاعنا هو السلم والأمن والطمأنينة لجميع الجزائريين. إذا كانت الدروب ملتوية لا بد أن نتعامل مع الدوران نتاعها، لا بد أن نتعامل مع الدوران نتاعها، لكن الخط الاستراتيجي واضح في ذهننا. الجزائر عروس البلدان وتبقى عروس البلدان وسترجع لمكانها وأحسن. عدد الضحايا في بلادكم يا إخواني وصل 150,000. عدد الخراب لاقتصادكم في هذا البلد الأمين وصل 30 مليار دولار، مرة ونصف المديونية نتاع الجزائر. الشعب الجزائري تعبان، مل، فد من هذه الحالة، ولهذا طلب مؤازرتكم، طلب دعمكم. لا تحزني، لا تحزني، لا تحزني، إن الشعب الجزائري سينتقم له بإذن الله وإرادته. لا علاقة لهذه الأعمال بالإسلام ولا بالوطنية، ولا نحن في حاجة إلى من يعلمنا إسلاما كهذا. جبت لكم جاه ربي، جيتكم بجاه الشهداء، جيتكم بجاه المجاهدين والمجاهدات، جيتكم بجاه الأرامل، جيتكم بجاه اليتامى، جيتكم بجاه الأطفال المذبوحين، جيتكم بجاه البراءة، جيتكم بجاه اسم الجزائر، جيتكم بجاه الخيرين في هذه البلاد، جيتكم بجاه الخيرات في هذه البلاد. جيت نعرض عليكم تسامحوا، جيت نعرض عليكم تسامحوا، جيت نعرض عليكم تسامحوا.
احنا معاك نسير. قيادة واحدة وشعب واحد بالوئام نسير. نزرع الامل والبسمة كلنا متحدين. قيادة واحدة وشعب واحد بالوئام نسير. نزرع الامل والبسمة كلنا متحدين. من الشمال إلى الجنوب كل جزائريين. راية واحدة ولغة واحدة كلنا مسلمين. بيك نرحب يا رئيسنا فوق الرأس والعين. أنت القائد بوتفليقة ونحن معك نسير. تيسيت نكاها الوقت قال هارت مقرن يا حسين أمن وكلني نغدغت من قصد تنمين. ما سمعتوا لساني معقل من نتكلم الأمازيغية. هذا تقصير مني، هذا تقصير مني. ما اجتهدتش، ما عملتش اللازم بأن نتذوق بلغته لغة الشيخ محمد محمد. مع ذلك كان صديقي رحمه الله مولود معمري على أساس أن تقبلوا مني أن نعرفكم، تقبلوا مني كذلك أن أنا أتمزق، وسنكون عرب أمازيغ، عرب أمازيغ، عرب أمازيغ. فقد اخترت بكل حرية وعن طواعية وبكل قناعة دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، اعتقادا راسخا مني بأن موقفي هذا لا مبتغى من ورائه سوى خدمة الجزائر والمصلحة العليا للوطن المقدس. الخير لا باس، مرحبا يساك العسلامة نوان، مرحبا يسوان. أقول صراحة بأن الدستور يجعل من الإسلام والعربية والأمازيغية المقومات الثلاث متاع الهوية الجزائرية، أنها لا تنفصل ولا تنقسم، أنها لا تنفصل ولا تنقسم، أنها لا تنفصل ولا تنقسم.